السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال دفعة 2025. عارف إن كتير منكم بيواجه مشكلة كبيرة اسمها التسويف، الكلمة اللي بتدمر المذاكرة وتأجل أحلامنا. النهاردة هنتكلم بوضوح عن إزاي نوقف التسويف ونبدأ مذاكرتنا فورا. خليكم معايا للنهاية وهتلاقوا نفسكم فعلا بتبدأوا من دلوقتي. أول حاجة لازم تسأل نفسك سؤال، هو يعني إيه التسويف؟ التسويف ببساطة إنك تأجل الحاجة اللي المفروض تعملها دلوقتي، زي ما نقول هبدأ بعد الأكل أو بعد الحلقة دي. المشكلة مش في التأجيل نفسه، المشكلة إن التسويف نفسه بيكبر وبيخلينا نحس إننا مش قادرين نبدأ أصلا، وده هيجيبنا لنقطة تانية. طيب ليه بنسوف؟ خلينا أقول لكم الأسباب بسرعة. الخوف من الفشل، خايفين نبدأ ونكتشف إننا مش فاهمين أو مش شاطرين كفاية. المهام الكبيرة، لما تشوف درس طويل أو كمية كبيرة بتحس إنك مش هتعرف تخلص فتأجل. الإغراءات، الموبايل، السوشيال ميديا، الألعاب والحاجات دي بتسرق وقتنا من غير ما احنا نحس. قاعدة ال5 دقايق دي واحدة من أفضل الطرق. بدل ما تقول هبدأ وأخلص كله، قول لنفسك هبدأ بس 5 دقايق. ركز في حاجة صغيرة زي قراءة فقرة أو حل مسألة. غالبا لما بتبدأ هتلاقي نفسك مستمر من غير ما تحس. لو عندك درس كبير أو كمية مراجعة ضخمة، قسمها لقطع صغيرة. مثلا هقرأ صفحتين بس أو هحل 3 مسائل. دلوقتي كل ما تنجز حاجة صغيرة هتلاقي نفسك عندك طاقة تكمل. دي نقطة مهمة جدا، الموبايل ده أكبر عدو للمذاكرة. قبل ما تبدأ شيل الموبايل من قدامك أو حطه على وضع الطيران. كمان لو في مكان هادي تقدر تذاكر فيه بعيد عن الدوشة، روح هناك على طول. كل ما تلاقي نفسك بتأجل اسأل نفسك ليه أنا بذاكر أصلا. الهدف بتاعك ممكن يكون دخول كلية هندسة أو تحقيق حلم كبير. خلي الهدف دايما في دماغك عشان يدفعك إنك تبدأ. خلي هدفك يكون واضح. قول لنفسك لو خلصت الحاجات دي هدي نفسي استراحة 10 دقايق أو هشوف فيلم كذا. هتلاقي نفسك متحمس إنك تخلص على طول. بص يا بطل، النجاح مش محتاج منك تكون مثالي، محتاج بس إنك تبدأ حتى لو بخطوة صغيرة. التسويف ممكن يسرق منك أحلامك، لكن قرارك إنك تبدأ هو اللي هيغير حياتك. جرب التقنيات دي النهاردة وشاركنا في الكومنتس إيه أكتر حاجة بتأخرك عن المذاكرة، ومستني اسمع تجربتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان شارك الفيديو مع اصحابك عشان يستفيدوا زيك. احنا مع بعض لحد ما نوصل لحلمنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.